أوكي. ده session جديد هنتكلّم فيه مع يعني session لteam B&B هنتكلّم فيه عن كتاب مشهور أوي اسمه الatomic habits أو العادات الذرية لجيمس كلير. الكتاب ده يعني كويس أوي لو أنت حابب إنّك آآ تطوّر حاجة عندك أو عادة في حياتك حاسس إنّها هتزُقّك ناحية هدفك أو حاجة هتوصّلك للهدف اللي أنت إن شاء الله بتدوّر عليه أو اللي أنت عاوز توصل له بإذن الله. ف عشان توصل لأي هدف في حياتك، أنت محتاج تكوّن عادات أو حاجات توصّلك للهدف ده. ما فيش حد مثلًا بينام ويصحى بيبقى حياته كلّها متغيّرة، إلا مثلًا لو لقى حتّة آثار والّا حاجة. فلو ما أنت ما لقيتش حتّة آثار فغالبًا أو ما سرقتش بنك، فما فيش أي حاجة هتتغيّر في حياتك إلا لو أنت غيّرت كل حاجة في حياتك خطوة بخطوة وطوبة بطوبة. طيب أنا عندي سؤال، تفتكر كام واحد في العالم الموضوع ده بيحصل كتير أوي يوم رأس السنة، اللي هو إيه، أنا بُكرة هابطّل السجاير وأكون إنسان جديد وأبدأ بقى أروح الgym وأشيل حديد وإيه، وكل حاجة هتتغيّر في حياتي. كل الناس تقريبًا بتعمل الحركة دي يعني في شهر يناير بيكون عندهم أهداف، طموحات، حاجات شايفين إنها غلط بيعملوها عاوزين يبطّلوها، وحاجات شايفين إنها صح عايزين يعملوها. أنا عايز مثلًا أحافظ على عادات جديدة في حياتي، أمارس رياضة، يعني أحافظ على وِرد قرآن، أعمل حاجات شبه كده. فكل الحاجات اللي أنت ممكن تكون عاوز تعملها دي عشان تبدأ إنك تعملها لازم تمشي على خطوات معيّنة، لازم تفهم أصلًا العادة دي عبارة عن إيه، إزاي تكوينها، إزاي بتكون موجودة وإزاي بتحافظ عليها وإزاي تساعد نَفْسك إنك تستمر عليها أكتر وأكتر، تمام؟ آآ عايز أقول لك الأول إيه أهمية إنك تكوّن عادة. حد شاف قبل كده مثلًا القطر بتاع القطر العادي يعني اللي أنت ممكن تركبه وتسافر بيه من مدينة لمدينة. القطر اللي أنت بتركبه ده بيكون فيه تحويلات بسيطة كده في أماكن معيّنة، لو اتغيّر المسار بتاع القطر في سنتي بس في المكان ده، هتلاقيه راح في مكان تاني خالص، يعني بدل ما كان يروح المنيا ممكن يروح أو بدل ما كان يروح قنا ممكن يروح الغردقة، ممكن يروح بدل ما كان يروح القاهرة يروح الفيوم. هتلاقي يعني مسار القطر بيتغيّر على حاجات بسيطة جدًا أو على شعرة بنسميها مثلًا 1%، 1% تغيير ممكن يغيّر الطريق اللي أنت رايحه تمامًا. ممكن نتخيّل ده بحاجات كتير أوي، لو أنت ماشي في طريق معيّن وقبل ما تمشي في بداية الطريق غيّرت بس اتجاهك بنسبة 1%، يعني بدل ما أنت باصص كده هتغيّر زاويتك سِنّة صغيّرة. فبمجرد التغيير البسيط اللي أنت بتغيّره في الزاوية بتاعتك دي، ممكن تأدّي لتغيير كبير جدًا، 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 جدًا على مدار الوقت اللي أنت هتمشيه، تمام، أو المسافة اللي أنت هتمشيها. فخلّينا برضه متّفقين إن اليوم اللي أنت مش بتتطوّر فيه، أنت بنسبة كبيرة بتنزل فيه، أو لو ما فيش تطوّر ده في حد ذاته يعتبر إنّك بتنقص، أنت ما بتفضلش مكانك، أو كونك بتفضل مكانك ده في حد ذاته يعتبر مشكلة. فلازم إنّك تحاول إنّك تطوّر نَفْسك كل يوم على الأقل 1%. على فكرة ال1% كل يوم أنت ممكن تستهون بيه لكنّه مهم جدًا. يعني أنا دلوقتي لو عملت حاجة جامدة جدًا النهارده، أنا ممكن بُكرة ما يبقاش عندي نفس الشغف، يعني ممكن إيه، في ناس كتير زي ما إحنا قُلنا مثال أول يناير ده أو أول السنة أو مثلًا بداية رمضان أو الحاجات اللي هي بتبقى فيها بدايات قوية دي، بتلاقي الناس كلّها بتجري على العبادات مثلًا في بداية رمضان أو الناس في بداية يناير تلاقي الgym كلّه زحمة. الموضوع ده مشهور أوي إن الgym بيبقى زحمة يوم 1 يناير مش عارف ليه بصراحة. فهتلاقي الناس كلّها بتبدأ إنها تروح تتمرّن، الناس كلّها مثلًا في بداية رمضان تبدأ إنها ترجع لعبادات كتير، لكن الدفعة القوية دي مرّة واحدة ده مش صح العضلة بتاعتك بتاعة العادة اللي جواك، ده بالعكس ده ممكن يجيب نتايج سلبية، لإن زي مثلًا ما لعيب الكورة قبل ما ينزل الملعب لازم يسخّن نَفْسه أو عشان ما يتصابش أو عشان ما ييجيلوش إصابة، أنت برضه ما ينفعش أنت مش هتغيّر حياتك كلّها بشكل جذري مرّة واحدة في يوم واحد. بالعكس أنت لو عملت خطوة بخطوة أو خطوة صغيّرة كل يوم، كل يوم بس دقيقتين للأحسن، يعني إنّك تتمرّن كل يوم 10 دقايق أحسن من إنّك ما تتمرّنش خالص. وبعدين لمّا تتمرّن أسبوع كامل كل يوم 10 دقايق، ممكن الأسبوع اللي بعده تخلّي التمرين بدل ما هو 10 دقايق تخلّيه ربع ساعة،
بعد كده تخلّيه تِلت ساعة، تخلّيه نُص ساعة، فهتلاقي صحتك بقت أحسن وأنت نَفْسك اتطوّرت. فبحسبة يعني رياضية بسيطة، التطوّر بتاعك لو 1% أحسن كل يوم، أنت هتبقى بعد سَنة في أي مجال أنت فيه أحسن 37 ضعف. يعني مثلًا أنا لو كل يوم باطوّر نَفْسي مهارة الكتابة بتاعتي 1% أو باطوّر جسمي مثلًا ناحية هدفي الرياضي مثلًا أو هدف الfitness بتاعي 1% أو هدفي المالي لو أنا باحوّش زيادة في فلوسي 1%، فأنا هيبقى معايا 37 ضعف أي حاجة معايا، سواء الفلوس اللي معايا أو القدرة البدنية أو العبادات اللي أنا باعملها، فلو 1% أحسن كل يوم بعد سَنة هيبقى 37 ضعف. على فكرة يعني الناس دايمًا بتعمل حاجة overestimate أو بتبالغ في تقدير اللي هي بتقدر تعمله في اليوم الواحد، underestimate أو ما بتقدّرش اللي هي ممكن تعمله في خلال شهر أو في خلال سنة. يعني أنت ممكن في خلال سنة تعمل حاجة عظيمة جدًا، جدًا، جدًا بقطع صغيرة كل يوم، على عكس اللي الناس معظم الناس فاكراه اللي هو أنا ممكن في يوم واحد ألِم المنهج كله، ممكن في يوم واحد يعني أقرا مثلًا 10 أجزاء من القرآن، ممكن في يوم واحد أتمرّن 4، 5 ساعات، أنت ممكن تعمل كده، بس ده يعني مش حاجة مفيدة ليك، مش مفيدة ليك نفسيًا أو مش هتبقى مفيدة لأي عادة أنت حابب إنك تكوّنها، الأقوى دايمًا بتكون العادة، عشان كده دايمًا يعني في الدين بنقول يعني أحب العبادات إلى الله أدومها. وإن قَل، يعني حتى لو هي حاجة قليلة، لكن كل ما بقت يعني دائمة أو موجودة بشكل مستمر، ده بيخلّي الموضوع إيه، بيخلّي الموضوع بيتجه نحو تكوين عادة، وتكوين العادة زي ما إحنا شايفين مثلًا تأثير العادة بعد سنة ممكن يكون 37 ضعف ب1% بس كل يوم، فنركّز على ال1% اللي موجود ده. طيب آآ أنا دلوقتي ممكن أكون هدفي مثلًا إن أنا أبقى غني، وممكن تكون رُولان مثلًا هدفها إنها تكون غنية، ممكن تكون مَيّة هدفها إنها تكون غنية، ممكن تكون هند هدفها إنها تكون غنية، يبقى كده إحنا ال4 عندنا نفس الهدف. تفتكروا إيه اللي بيفرّق بقى بين الأهداف بتاعتنا؟ يعني كل الناس بتقول أنت لازم يكون عندك هدف، لازم يكون عندك هدف، لازم يكون عندك هدف. طيب تمام أنا عندي هدف، لكن إيه اللي بيخلّي ناس توصل للهدف، وإيه اللي بيخلّي ناس ما تقدرش إنها توصل للهدف بتاعها؟ هل هو الهدف بس في حد ذاته والّا هي حاجة تانية؟ خلّينا ناخد مشاركة منكم كده ونعرف أكتر عن ده. لكن حابب أضيف حاجة للآراء بتاعتكم القوية دي، أو هاعمل ملخص ليها كده، إن الأهداف لوحدها هي مش الحاجة اللي بتضمن لك النجاح، أمال اللي بيضمن لك إنك توصل للهدف ده إيه؟ هو السيستم أو النظام اللي أنت بتعمله عشان توصل للإيه؟ للهدف بتاعك، يعني أنت مثلًا عامل نظام معين، عامل سلم كده لحد ما توصل لنهاية الهدف بتاعك. تقدر مثلًا تعمل النهارده لو أنت عاوز تكتب كتاب وعشان تنزل بيه مثلًا معرض الكتاب أو عايز تعمل حاجة شبه كده. لازم تقسّم لنَفْسك، يعني تعمل لنَفْسك deadline وتعمل لنَفْسك ميعاد معيّن كده تسلِّم فيه الفصل الأول وتسلِّم فيه الفصل التاني والفصل التالت، أو الجزء الأول والجزء التاني والجزء التالت، وتقسّم الفصل الأول لو مثلًا مدّي له شهر يبقى عايز تكتب فيه 50 أو 60 صفحة، يبقى كل يوم صفحتين، يبقى أنت هتكتب كل يوم صفحتين، في خلال 30 يوم تبقى خلصت 60 صفحة اللي هو مثلًا الفصل بتاعك. فأنت كده عامل مثلًا system لنَفْسك إزاي تكتبه وتعمله إزاي وهتقعد فين وأنت بتكتب إيه اللي هيكون موجود معاك، كل ده بتبقى يعني إيه، حاجات بتكمّل بعض. فالأهداف هي كويسة أوي إنّك تحدّدها وتخطّطها كويس عشان تحدّد التوجُّه بتاعك أو الاتجاه بتاعك، لكن لو أنت عايز تحقق تقدُّم فعلًا لازم تكون عامل system لنَفْسك أو عامل نظام لنَفْسك قوي جدًا عشان يوصّلك للهدف اللي أنت محتاجه في النهاية. أوكي؟ طيب لازم تعرف بقى العادة بالنسبة لك بتشتغل إزاي، أو إيه الحاجة اللي بتحصل، لإنك لمّا تفهم العادة هتبدأ إنك تعرف إزاي تكوّنها أو إزاي تتحكم فيها، لإن في عادات وحشة، يعني أنت برضه ممكن تكون عايز توقّف عادة، ممكن تكون عايز تنشئ عادة أنت مش عندك أصلًا، فلازم تفهم العادة المُخ بيتعامل معاها إزاي. أول حاجة بيبقى في إشارة، وبعدين بيكون في رغبة بتخلّي عندك استجابة عشان تاخد مكافأة. طيب خلّينا يعني نوضّح ده بشكل أو بمثال بسيط. إحنا دلوقتي مثلًا قاعدين
بنذاكر، وبعدين وأنتِ قاعدة بتذاكري أو وأنت قاعد بتذاكر الموبايل بتاعك سمعت صوت الإشعارات كده إن في رسالة جات، فدي كده في حد ذاتها تعتبر إشارة، في إشارة. وفي رغبة عندك إن أنت مثلًا تعرف مين اللي بعت لك أو مثلًا إنك زهقت من المذاكرة عاوز إنك تقوم، أو إنك في رغبات كتير أوي ممكن تكون موجودة عندك لحظة ما الموبايل بيرن، أو لحظة ما الموبايل بيبعت لك صوت message. فالإشارة هي صوت المسج، الرغبة هي الحاجة الإحساس اللي جواك وقتها. طيب الاستجابة بقى بتاعتك أو الريسبونس بتاعك للرغبة دي هي إن أنت مثلا تقوم تمسك الموبايل أو تفتحه عشان تشوف إيه اللي حصل أو إيه اللي بعت لك ده. فلما تلاقي بقى تبدأ تشوف الرسالة أو كده، ده في حد ذاته أنت كده أخدت الريورد أو أخدت المكافأة، اللي هي إيه؟ اللي هي إنك فصلت من المذاكرة اللي أنت زهقت منها، أو إنك اللي مخك زهق منها، لأن مخك بيزهق من التاسك التقيل أو إن المهمة الصعبة اللي أنت حاطط عليه زي المذاكرة، هو بيحس بإجهاد، فأنت كده بتخرجه من الإجهاد ده، فبالنسبة له دي بقت المكافأة، أو إنك مستمتع مثلا بالمسج اللي جات لك، أو قريت حاجة أو بدأت تفتح الفيسبوك مثلا فتقلب في بوستس وحاجات زي كده وصور، فخلاص أنت مخك بقى ياخد مكافآت من مسكة الموبايل. فكل ما بيبقى في إشارة أو الموبايل ينور أو يرن، بتنشأ عندك رغبة إن أنت حابب دايما إنك تمسك الموبايل وتشوف إيه اللي بيحصل وتعمل استجابة ناحية ده. طيب عشان بقى تظبط العادات بتاعتك دي، في 4 قوانين أنت محتاج تكون ماشي عليهم عشان تنشئ أي عادة موجودة، أو عشان إنك تنهي أي عادة سيئة موجودة عندك. أول حاجة أو القانون الأول، خلّيها واضحة. هي إيه اللي تخلّيها واضحة؟ العادة، خلّي العادة واضحة قدّامك. أول حاجة في الوضوح إيه، أو أول task أنت لازم تعمله عشان تخلّي أي حاجة واضحة، هي إنك تكتبها. اكتب العادة اللي أنت أو اكتب كل العادات بتاعتك في اليوم. يعني مثلًا أنا صحيت النهارده من النوم الساعة 10:00، ممكن أكون باحب أصحى الساعة 10:00 دي متأخر شوية، ممكن عايزها 08:00، وبعدين غسلت سناني، وبعدين صليت، وبعدين مسكت الموبايل شوية، وبعدين كلمت واحد صاحبي، وبعدين نزلت الشغل، وأنا نازل الشغل كنت باسمع أغاني مثلًا في الطريق، وبعدين عملت كذا وعملت كذا. فقُلت كل الحاجات اللي أنا باعملها بشكل متكرر، كتبتها في ورقة. دي الخطوة الأولى، إنك تسجل كل حاجة بتعملها في اليوم. الخطوة التانية بقى هي إنك تيجي على العادات اللي أنت كتبتها دي وتحط عليها زائد أو ناقص أو يساوي. تمام؟ في عادات بالنسبة لك آآ أنت حاببها، يعني أنا مثلًا باصحى أغسل سناني، دي حاجة كويسة، فأنا باعمل عليها زائد، لإن العادة دي هنستخدمها بعد كده في حاجات تانية. فبقت بالنسبة لي زائد، فالعادة الكويسة دي أنا باحدد إنها كويسة عشان أبدأ إن أنا أحافظ عليها، زي إن أنا أغسل سناني أو إن أنا أصلّي، دي حاجة أنت ممكن تكون بتعملها كل يوم وهي عادة كويسة وأنت محتاج تحافظ عليها وممكن تبني عليها حاجات، فتركّز إنك تعملها بعلامة كده وتخلّيها واضحة قدّامك إنها عادة كويسة. طيب عادة بقى مثلًا ناقص، أو إن أنت حابب إن أنت تغيّرها، زي مثلًا إن أنا في طريق الشغل باسمع أغاني، ممكن أبدّله بPodcast أو أبدّله بحاجة مفيدة أو أسمع قرآن أو أعمل أي حاجة ممكن تانية، يعني غير إن أنا أسمع أغاني. أو إن أنا أصحى بدري شوية، باصحى متأخر، محتاج أصحى بدري شوية قبل ميعاد الشغل عشان أعمل أي حاجة تانية مفيدة. فدي بقت بالنسبة لي عادة اللي هي ناقص أو عادة سلبية. تمام؟ يبقى في موجب، عادة موجبة وعادة سلبية، وفي عادة بقى اللي هي متعادلة، اللي هي ولا كده ولا كده، حاجة عادية، يعني ممكن تملاها بحاجة تانية مفيدة بس وجودها ما بيضرش، زي إن أنا مثلًا في الطريق ممكن أتصل بواحد صاحبي، هي ما فيش مشكلة، يعني حاجة عادية بتخلّيني مثلًا social، هي مش بتفيدني أوي، لكن في نفس الوقت ما فيهاش ضرر، فأنت بتحدد العادة على الأساس ده. فالقانون الأول إنك تخلّيها واضحة، تسجّل كل العادات اللي أنت بتعملها في خلال يومك، وتبدأ إنك تحط عليها علامة من العلامات ال3 دول، إما موجب أو سالب أو يساوي، على حسب أنت بتقيّم العادة دي هل هي عادة حسنة أو عادة سيئة أو حاجة عادية جدًا، مش لازم تكون حسنة ولا لازم تكون سيئة. طيب عشان بقى تبدأ إنك تكوّن عادة تانية جديدة، لازم تعمل حاجتين مهمين جدًا. في إطار إنك تخلّيها واضحة، لازم توضّح المكان والزمان أو البيئة اللي أنت هتعمل فيها العادة دي. يعني مثلًا
أنا قاعد دلوقتي عايز أكوّن عندي عادة القراية، عايز أقرا أكتر، عايز أكون باقرأ أكتر، فأنا عايز أقرا أكتر الشهر ده. أنا كده يعني بنسبة كبيرة يعني سِبتها عايمة، ودي بقت مشكلة بالنسبة لي، أو هتحسسني إن أنا يعني في أي وقت ممكن أقرا. طب أنا هاقرا إمتى، هاقرا فين، هاقرا إزاي، هاقرا قد إيه، كل الحاجات دي وهي مش واضحة بتخلّيك تسوّف، بتخلّيك تعمل حاجات تانية، بتخلّيك تمسك الموبايل تلعب عليه وخلاص. لكن لازم عشان تخلّيها واضحة تحدد المكان والزمان. يعني أنا بارجع من الشغل الساعة 18:00، هاتغدى وهاقعد شوية وهاصلّي المغرب، هاعمل كذا، 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 فبترسم الحاجات اللي هتعملها. فهاقعد مثلًا الساعة 21:00 بالضبط، هاكون خلاص بقيت رايق والدنيا بقت تمام. يعني الساعة 21:00 هاقعد في البلكونة وأقرأ ربع ساعة، مثلًا 5 صفحات أو 6 صفحات من كتاب كذا. فأنا كده حددت كل حاجة، حددت مكان هاقرا مثلًا في البلكونة على الكرسي المفضل بتاعي، أو هاخد كرسي وأقعد في البلكونة أو في أوضتي تحت أو في المكتب أو حاجة. يعني أنت بتحدد بالضبط هتقرا فين، أو في المواصلات هتقرا الوِرد بتاعك في كذا، هتعمل كذا. فلازم تحدد مكان وزمان وتخلّيه واضح جدًا وصريح، لإن كل ما يكون واضح وصريح كل ما يعني أنت مش هتبقى حابب إنك تسوّفه، أو ما بتدّيش نَفْسك عُذر إنك تسوّف وتعمله في وقت تاني. لأ، ده أنا ده المكان وده الزمان اللي باعمل فيه، وباخلّي الموضوع مناسب لده. يعني أنت بتخلّي البيئة بتاعتك تخدم العادة بتاعتك. دي حاجة برضه مهمة أوي، إنك تخلّي البيئة كلّها تخدم العادة اللي أنت عاوزها. يعني أنا مثلًا عاوز أخلّي عندي عادة إني أشرب مَيّة كتير. فإزاي أخلّي البيئة بتاعتي مناسبة لده؟ إن أنا أمشي دايمًا وأنا برّه البيت يكون معايا إزازة مَيّة، وأخلّي البيت أحُط مثلًا إزازة مَيّة في كل حتّة، أو أحُط مَيّة في التلاجة لو أنا باحب أشرب مَيّة ساقعة. فأعمل حاجات كتير كده تخلّي البيئة اللي أنا عايش فيها مناسبة مع الهدف بتاعي إن أنا أكوّن عادة جديدة. فده مهم جدًا إنّك تخلّي البيئة برضه كويسة، ومهم برضه إنّك تخلّي العادات ليها أماكن مختلفة. يعني مش حاجة صحية أوي إن يبقى عندك أوضة بتقرا فيها وبتذاكر فيها وبتلعب فيها يعني بتعمل فيها كل حاجة. مش أحسن حاجة. يعني ليه مش أحسن حاجة؟ لإنّك مُخّك أو عقلك الباطن هيبدأ يربط بقى كل الحاجات دي ببعض. ممكن تكون وأنت بتذاكر بيبقى جنبك الموبايل اللي بتلعب بيه أو كده، على عكس مثلًا ما تحدد لنَفْسك اللي هو إيه، أنا لو هامسك الموبايل ألعب شوية، أنا عادي ممكن أخلّي لنَفْسي ساعة مثلًا في اليوم أعمل فيها ألعب بالموبايل مثلًا. فلو هالعب بالموبايل يبقى ما العبش بيه على السرير، لأ، لازم مثلًا أخرج برّه الصالة، أو أعمل حاجة شبه كده. يعني أغيّر المكان اللي باعمل فيه العادة. فكده بقى بالنسبة لي أنا رابط أماكن بعادات، أماكن بعادات. فبحيث إن أنت لو عايز تعمل عادة معيّنة، أنت هتروح للمكان ده، فهتصعّب العادات السيئة بتاعتك وهتسهّل العادات الكويسة اللي أنت عايز تكوّنها. فالقانون الأول ده خلّيها واضحة، بيندرج تحته المكان والزمان والبيئة اللي أنت عايز تكون موجود فيها. طيب، في حاجة أو قانون تاني يعني حلو جدًا، 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 اللي هو خلّيها واضحة، أو اللي هو تعمل عادة مع عادة. خلّيها واضحة عادة مع عادة. يعني إيه عادة مع عادة؟ يعني شوف حاجة أنت بتعملها كل يوم بعقلك الباطن وتحاول تخلّي فوقها عادة تانية. يعني في حاجة مثلًا أنا كنت باعملها لمّا يعني أنا على سبيل المثال مش باحب خالص إني أروح الgym، ما باحبش التمارين والgym والحاجات دي مش باحبها. يعني حاجة بصراحة بتبقى تقيلة أوي عليّا، بس في نفس الوقت أنا عايز أكون صحّي شوية. طيب إيه العادة اللي أنا مثلًا باعملها على طول؟ هي إني باصلّي 5 مرات في اليوم. دي حاجة عادة عندي باعملها. فباقول لنفسي إيه رأيك بعد ما تصلّي كل مرّة تلعب مثلًا 10 تمارين ضغط، 10 عدّات ضغط. فبقت حاجة بسيطة، اللي هو ماشي باصلّي وباسلِّم باقعد شوية والسجادة موجودة، كل حاجة مناسبة. فباقوم ألعب على طول 10 عدّات ضغط وأقوم. حاجة بسيطة ما بتاخدش دقيقتين بعد الصلاة، أو ما بتاخدش دقيقة بعد الصلاة. لكن بعد كده اكتشفت إنه يعني صحّتي اتحسّنت وشكل جسمي بشكل عام اتحسّن، لإنّي بالعب 50 عدّة ضغط كل يوم. لإن 10 في 5 ب50 كل يوم على مدار شهر. فأنت بتحس إنّك بقت عندك عادة تانية خلقتها لإنّك لزقتها في عادة موجودة عندك. ممكن بعد أو لو أنت بتغسل سنانك كل يوم قبل ما تنام، ممكن تشرب كوباية مَيّة مثلًا كبيرة قبل ما تغسل سنانك. فكده أنت خلّيت عادة مع عادة، ربطت حاجة
كويسة بحاجة تانية كويسة أنت بتعملها، عشان كده كان مهم إنك تحط العادات الكويسة اللي أنت بتعملها عليها علامة أو توضّحها عندك بعلامة الموجب ده في البداية، عشان أنت لمّا توضّحها ممكن تلزّق فيها عادة تانية أو ممكن تعمل فيها عادة تانية معاها، تصاحب العادة بعادة تانية، فده بيخلّي أنت تراكم العادات معاك بيخلّيها حاجة كويسة جدًا، وبتخلّي العادات اللي أنت بتكوّنها أحسن. طيب أنت بقى لو عندك عادة سيئة، إزاي القانون الأول تعكسه عشان تبطّل العادة دي؟ إحنا في خلال كل القوانين اللي هنتكلّم فيها، هنقول لك إزاي تكوّن عادة جيدة أو عادة حسنة عايز تكوّنها، والعادة السيئة تعكس كل اللي أنت عملته ده. يعني أنت عادة سيئة يبقى مش هتخلّيها واضحة بقى، لأ هتخلّيها مش واضحة، هتخفي كل حاجة موجودة، يعني مثلًا حاجة أنت قاعد تذاكر وجنبك الموبايل، لأ ما تخلّيهوش جنبك، لإن كده أنت خلّيتها واضحة أو خلّيتها جنبك، فأنت لازم تشيله من قدّامك، لازم آآ ما تحدّدش ميعاد لحاجة سيئة أنت هتعملها، يعني ما تقولش أنا الساعة كذا هاعمل لأ ممكن أبقى أعملها، يعني سوّف برضه في مخّك العادات الوحشة دي حاجة كويسة، اللي هو ممكن أبقى أعمل مثلًا حاجة وحشة بس مش دلوقتي، فده بيخلّي الموضوع إيه، التسويف وكده وأنت محدد بقى جدول زمني لحاجات مفيدة بتعملها، فتلاقي إن الموضوع بقى بالنسبة لك العادة دي بقت واحدة، واحدة أو بالتدريج أنت بتُقلع عنها، وكذلك برضه آآ حتّة عادة مع عادة أو إن أنت تراكم عادة مع عادة. للأسف في ناس بتعمل عادات مثلًا سيئة مع عادة تانية كويسة، يعني يبقى هو مثلًا بيعمل حاجة حلوة وبيعمل معاها عادة وحشة، فحاول تفصل الاتنين مع بعض زي مثلًا إنك تروح الشغل وتسمع أغاني في الطريق. بلاش تعمل الاتنين يعني ممكن تسمع بودكاست، ممكن تعمل حاجة تانية، أو لو هو يعني أنت شايفها إنها حاجة عادية ما فيش مشكلة، لكن أنت ممكن تكون حابب إنك تعمل حاجة تانية مفيدة أكتر بالنسبة لك، فتعمل إيه؟ تحاول تخلّص العادتين من بعض، تقول إن أنا مش لازم أربط دي بدي. تمام، فإنك تخلّي الربط بتاع العادات بدل ما إحنا كنا بنراكم عادات كويسة مع بعض، أنت برضه أي عادات وحشة ممكن تفصلها عن بعض، حتى لو بتعمل عادتين وحشين يعني في ناس وهُم بتشتغل بتدخّن، بتقول أنا ما باعرفش أشتغل إلا وأنا باشرب سجاير مثلًا، عشان باحس بضغط نفسي وحاجات زي كده، فلو فصل العادة دي عن العادة دي، إن الشغل مثلًا ممكن يبدِّل السجاير بحاجة تانية بقهوة أو حاجة تانية فيها نيكوتين، فممكن يخلّي الموضوع بالنسبة له أحسن. فده كان القانون الأول من 4 قوانين اتكلّمنا فيها، وعدناكم إن الsession ده هيكون خفيف، فقُلنا نتكلّم عن المقدمة والقانون الأول بس النهارده، والsession الجاي إن شاء الله هنتكلّم عن باقي ال3 قوانين.